23 يوليو 2023 أحمد الشيبي المصفوع من حسين الشحات. 22 يوليو 2024 أحمد الشيبي المطرود بسبب حسين الشحات. قلبي حاسس إن على يوليو 2025 هنسمع إن أحمد الشيبي المعتزل كرويا بسبب حسين الشحات. والله ضيعتوا فلوسكم على الفاضي يا بيراميدز. تغلي التذاكر، تجيب ناس يمثلوا ان هم جمهور، تجيب لي حكام اجانب، وفي الاخر يا حرام المدير الفني بتاعكم اقسم بالله صعب عليا. لما الراجل يا عيني واقف على الخط مش عارف يعمل ايه، اتدبس خلاص. ماتشين في 10 ايام كافيين انهم يغيروا مساره مع بيراميدز اطلاقا. ما حد يفهمه ان ده ملك افريقيا بقى ولا احمد الشيبي. والله يعني الناس قالت لي ان انت هتتظبط وهتمشي باخلاق كرويه وتعدي الماتش على خير، بس بصراحه طلع ابن حلال ويستاهل. يعني خد اقل جزاء يليق باللي هو بيقدمه من ساعه ما الماتش بدا. طب يعني العب على الجون، اكسب او اعمل حاجه مفيده. لا، انا بلعب على حسين الشحات، مصر انه يطلعه باصابه، ويعني من حفر حفرات لاخيه وقع هو فيه. الطرد ده فعلا كان اقل حاجه تستحقها على ان انت كنت بتقدمه الماتش ده واللي فات ومن ساعه ما شفناك. بصراحه يا شيبي انا شايفه ان انت لو كملت بنفس العقليه دي فعلا انت مش هتكمل كرويا. ما ينفعش العقليه والدماغ دي تكمل كلاعب كوره. نسيبنا بقى من كل ده ونروح لحلويات وسام ابو علي وامام عاشور. ايه يا وسام الجون العظمه ده؟ عشان لما اقول لكم ان وسام مختلف عن اي مهاجم دخل الاهلي والدوري المصري اخر فتره تصدقوني. بيسجل جون عظمه. وسام فاضل له 3 اهداف ويتصدر هدافين الدوري المصري، وانا يعني واثقه ومتاكده انه باذن الله هياخد هداف الدوري المصري السنه دي بعد ما الاهلي يحسم اللقب. صحيح فوزنا بجون واحد بس النهارده، بس فعلا الهدف كان عالمي من وسام ابو علي بعد اسيست بثرو ولا اروع من امام عاشور. الماتش النهارده من الاخر كان من اوله لاخره كله لقطات محتاجه نتكلم عنها لانها لقطات فعلا جايبه شياط للجميع. الماتش النهارده كان ما بين الاهلي وبيراميدز، ولكن كان في ماتشات كتير في الملعب ما بين لاعب من الاهلي ولاعب من بيراميدز. يعني مثلا كان في ماتش ما بين اكرم توفيق واخوه احمد توفيق، كان في ماتش طبعا ما بين حسين الشحات واحمد الشيبي ده قبل ما يطرد. يعني كان في ماتش ما بين وسام ابو علي ومهاجم بيراميدز وغيرهم كتير. لو هتكلم على اداء بعض من لاعيبه الاهلي فعبد المنعم كان عامل تغطيه دفاعيه عاليه قوي النهارده، وسام ابو علي عمل ماتش عالي جدا. خالد عبد الفتاح كان عامل ماتش حلو قوي لغايه ما اتطرد للاسف. بصراحه انا شايفه ان طرد خالد ده يتحمل جزء كبير منه لمارسيل كولر، لان خالد كان بان عليه انه خلاص تعب. يعني مجهود اللاعب كان خلاص. فانا كنت متوقعه مع نزول عمر كمال انه هيطلع خالد عبد الفتاح. يمكن مارسيل كولر فكر انه يطلع الشحات بسبب يعني بعد طرد احمد الشيبي، خصوصا انه كمان كنت تحس ان الشحات خرج من الجيم شويه. لكن برضو خالد عبد الفتاح لو ركزتوا على الفاول بتاعه ده فاول واحد تعب خلاص مش قادر يلحق اللعب، فبالتالي عمل فاول غشيم زي ده، وهو بصراحه كان للاسف طرد مستحق. امام عاشور عمل ماتش حلو، مروان عطيه عمل ماتش حلو، رضا سليم عمل ماتش حلو دفاعيا اكثر من هجوميا. يعني مش كتير بنشوف رضا سليم بيدافع زي ماتش النهارده، بس هو ده بسبب انه نزل مكان طاهر في التشكيل، ودايما طاهر كان بيبقى عليه واجبات دفاعيه اكتر. فطاهر لما اتصاب في التمرين رضا اخد واجبات طاهر الدفاعيه وفعلا قام بيها كويس النهارده. اكرم توفيق عمل ماتش كويس، رامي ربيعه، كريم فؤاد عملوا برضو ماتش كويس. محمد الشناوي استرجع مستواه الى حد ما، بس برضو لسه ما رجعش الشناوي اللي احنا عايزينه. لكن اكيد يا جماعه كل الدعم لمحمد الشناوي، عشان انا شفت شويه بوستات كده ما عجبتنيش خالص بصراحه بعد الماتش اللي فات. فمش معنى ان احنا بننتقد الشناوي في ماتش او 2 اداؤه ما كانش كويس فده معناه ان الشناوي يمشي وان الشناوي ما بقاش هو. انا شفت شويه بوستات بصراحه انا ما فهمتش يعني ازاي قدروا يكتبوا الكلام ده اصلا. محمد الشناوي هيفضل حارس الاهلي وحارس منتخب مصر الاول. كل الدعم ليك يا قائد، وانا شايفه ان ماتش النهارده رجع لمستواه بشكل كبير، واتمنى الماتشات اللي جايه يجيب مستواه اكتر واكتر. مارسيل كولر اتعامل مع المباراه بذكاء كالعاده، ودايما بيلعب على هدفه بس ان هو يوصل ل3 نقاط. سكور بقى من غير سكور دي على حسب ايه اللي بيحصل في احداث المباراه، لكن المهم انه بيوصل ل3 نقاط وده اللي احنا وهو عايزينه.
اسمحوا لي اعتذر لاخواتنا في 100 عقبه، معلش سهرناكم على الفاضي برضو. بعد فوز الاهلي على بيراميدز وحسم اهم 3 نقاط في الدوري السنه دي، فلقب الدوري خلاص بيقترب. وكالعاده ما تنسوش تدعوا الكابتن احمد رفعت الله يرحمه، وتدعوا لاخواتنا في فلسطين. لايك وشير وفولو. وللي ما يعرفنيش فانا جنى وائل بنت الاهلي وبس كده.